ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركه للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الجبنه البيضه، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل قطعه الجبنه، شايفين ما شاء الله هنعملها احلى من الجاهزه بكتير وبدون بودره، وهنعرف بتتعمل ازاي زي ما بنشتريها من اكبر معامل الجبنه. شايفين ما شاء الله، وهنعمل كمية كبيرة جدا. شايفين سعر كيلو الجبنة وصل لكام؟ هنعمل الجبنة في البيت وأنضف وأحلى بكتير. عندنا 2 رتل من الحليب، ويكون كامل الدسم، ويكون الحليب بتاعي طازة مش مغلي من قبل كده. هنجيبه من أي محل ألبان، هنشتري اللبن، وبعد كده هنبدأ اللي احنا نرفعه على النار كده في الحلة. وطبعا اللبن بتاعي مش مغلي قبل كده. هننزل ب4 معالق كبيرة من الملح، وهنقلبهم في اللبن كويس جدا لحد ما الملح يدوب معايا. وطبعا اللبن بتاعي اول ما هيدفى زي دمع العين كده هبدأ اللي انا اقفل عليه النار، وبعد كده هبدأ انزل ب5 معالق كبيرة من المنفعة بتتباع عند اي محل عطار. زي ما انتوا شايفين كده قلبت المنفعة والملح في قلب اللبن، واللبن بتاعي يكون دافي حاجة بسيطة ما يكونش سخن. وهبدأ بعد كده اطفي النار على اللبن زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبدأ اجيب غطا واغطي الحلة لمدة 5 أو 6 ساعات. بعد 5-6 ساعات شايفين ما شاء الله الجبنة بتاعتي بعد ما تمسكت. شايفين ما شاء الله قطعة الجبنة مش عاملة معايا اي شرش خالص. هبدأ بعد كده اجيب صندوق علشان اعملها زي المعامل بالظبط. لو مش متوفر عندك الصندوق ده حطيها في مصفى مربع عندك. هحط اي صينية كده تحت الصندوق او المصفى، وهبدأ بعد كده احط شاشة او اي طرحة عندك كده تكون شفافة، وهبدأ انزل بالجبنة. اهم حاجة نحط الشاشة او الطرحة اول، وبعد كده هنبدأ ننزل بكمية الجبنة كده زي ما انتوا شايفين، وهسويها كويس. وبعد كده هبدأ اللي انا اقفل الشاشة بتاعتي كويس على الجبنة. شايفين ما شاء الله شكل الجبنة، وهتبقى كامل الدسم كمان واحلى من اللي بنشتريها واوفر بكتير من اللي بنشتريها. هنعملها زي المعامل الكبيرة بالظبط، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكل الجبنة. هبدأ بعد كده اقفل عليها الشاشة كويس، وهبدأ بعد كده احط على الصندوق بتاعي ده ليه غطا. هبدأ اللي انا احط الغطا كده. لو عايزين تعرفوا مقاس الصندوق مقاسه 20 في 20. وهبدأ بعد كده اجيب جردل او حلة تكون نصها مية كده، وهبدأ اللي انا احطها لمدة ساعة كده على الجبنة علشان تصفي اي شرش معايا، وتكون قطعة الجبنة متماسكة زي المعامل بالظبط. شايفين بعد ساعة مفيش معايا اي شرش نهائي. شايفين شكل الجبنة ما شاء الله طعمها احلى من بره بكتير، وملحها مظبوط. شايفين ما شاء الله. طبعا الشرشة هنبدأ اللي احنا نغليها ومش هنحطها على الجبنة الا لما تبرد نهائي. ما تنسوش اللايك